ضجيج الحياة وتداخل الأفكار والتفكير وتواتر الخواطر ومواقف توثيق الكثير من حكايات غامضة وغير مفهومة من شعور من ضل من فكرة من لون في فوضى حزن يتوالد النور لتمنحنا الحياة مساحة كبيرة لحكاية جديدة من حكايات الأديب خالد محرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكاية اليوم من حكاية الأديب خالد محرم عن أول طيار مصري. أول طيار مصري هو محمد صدقي، ويعد الطيار محمد صدقي رائد الطيران المدني المصري، وهو الرجل الذي فتح آفاق السماء للمصريين في وقت كان هذا المجال حكرا على الأجانب فقط. نشأته وشغفه بالطيران لأنه ولد في عام 1899، ورغم أنه سافر إلى ألمانيا لدراسة الاقتصاد، إلا أن عشقه للمغامرة سحبه نحو مدرسة فيلكر للطيران، حيث تعلم هناك فنون التحليق وحصل على إجازة الطيران الدولية، ليصبح بذلك أول مصري يحقق هذا الإنجاز بجهده وماله الخاص. وكانت الرحلة التاريخية من برلين للقاهرة، حيث في عام 1930 قرر صدقي العودة إلى وطنه، ولكن بطريقة لم يسبقه بها أو إليها أحد. ماذا حدث؟ اشترى طائرة صغيرة من نوع بوكس ميركر، وأطلق عليها اسم الأميرة فايزة، وأقلع من برلين في 12 يناير 1930، وعبر بها أجواء أوروبا، ثم اتجه بها إلى البحر المتوسط، وقد وصل إلى مطار هليوبلس بالقاهرة في 26 يناير وسط استقبال شعبي ورسمي مهيب. وبسبب هذه الرحلة البطولية تم اختيار يوم 26 يناير من كل عام ليكون عيد الطيران المدني المصري، تخليدا لذكرى وصوله وكسره لحاجز الخوف والتبعية التقنية وإرثه المهني. ولم يتوقف طموحه عند تلك الرحلة، بل ساهم بشكل فعال في بناء البنية التحتية للطيران في مصر، وكان له دور أساسي في تأسيس مدرسة مصر للطيران. وأيضا بهذه الخطوة الجريئة شجع الاقتصادي الكبير المصري الأصيل طلعت حرب لكي يمضي قدما في إنشاء شركة مصر للطيران، وكان هذا عام 1932. وله مقولة مأثورة إنه أو محمد طلعت باشا حرب: لقد أثبت محمد صدقي برحلته إن المصريين قادرون على ركوب السماء كما ركبوا الأرض من قبل. وإلى هنا نلتقي في حلقة جديدة من حلقات الأديب خالد محرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكاية اليوم من حكاية الأديب خالد محرم عن